مساء الخير عليكم. النهارده الاسكوترين اللي معانا قمه في التميز، كلهم امكانيات عاليه، امكانيات فارهه. وهنعرض قدامكم السكوتر الرهان وينجز. ده براند بصراحه براند محترم، وحاجته والامكانيات اللي عليه، وفيه سماعات وفيه بلوتوث، في شغل عالي قوي. عاوزكم تشوفوا الفيديو للنهايه، وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناه. وتاني حاجه السكوتر الوينر سكاي، البراند المحترم. هنقارن بين الاثنين وهنقول لكم كل تفاصيلهم وكل حاجه عنهم. الفيديو ان شاء الله هتستمتعوا منه كتير وهيعجبكم. اول حاجه هنبتدي بالسكوتر الوينر سكاي. كان عندنا منه كميات كبيره، الحمد لله ربنا كرم بيها واتباعت، لان الوينر سكاي براند معروف جدا وبراند عالمي معروف، سواء في الامارات او منتشر في الصين او منتشر في بلاد كتيره. طيب السكوتر ده المميزات بتاعه، اهم ميزه فيه ان الموتور بتاعه 3000 واط، يعني بيديك برفورمانس عالي جدا غير اي سكوتر. يعني ده ميزه قويه. والسكوترات دي سعرها بيترتب على قوه الموتور. يعني هم كلهم نفس الشكل، نفس كل حاجه، ونفس الامكانيات تقريبا، بس هي بتترتب على قوه الموتور. في موتور 500 واط هيختلف السعر طبعا عن الموتور ال 3000 واط او ال 1800 واط او ال 1200 واط، فكل ده ليه سعره. خلي بالك في النقطه دي وانت بتشتري السكوتر، هيفرق معاك في الاكسلريشن. هنا المفصله بتاعته الخامه بتاعتها نظيفه، سهل القفل. يعني هنوريكم برده طريقه القفل بتاعته بسيطه جدا. انا مش عايز اطول الفيديو عشان ما يكونش كبير قوي. بص بيتقفل في ثانيه ويتطبق ويتحط في العربيه، بس احنا بقى مش هنقفله كده عشان ما نضيعش وقت الفيديو. معاه الكتالوج بتاعه، ومعاه الشاحن، ومعاه التولز بتاعته اللي هي العده. برضه هو تقريبا بيجي متقفل، انت بس بتقفل حاجات بسيطه. معاه 2 مفتاح، ممكن تشغله بمفتاح، ممكن تشغله عن بعد في جهاز انذار. يعني احنا قفلنا الانذار وجينا حاولنا نسرقه مثلا او حاجه، العجله بتعصلك، يعني مش بيرضى يمشي معاك، ودي برضه ميزه فيه. هنخش بقى على السكوتر الثاني الرهان وينجز، بس في تفصيله بسيطه قوي عاوز اقولها قبل وننتقل للفيديو الثاني. هنا النظام بتاعه، عشان اقفل اللوك بس. هنا النظام بتاعه التزويد من هنا، من الزرار ده، والشاشه بتاعته صغيره. في موديلات بتيجي تزويد من هنا، بس الموديل اللي معانا النهارده كده، يعني ما فيهوش الشاشه دي. وهنا 0 كيلومتر، يعني السكوتر ده مش مستخدم جديد، زيرو، لم يستخدم. نظام الاضاءه بتاعته قوي، في اشارات يمين وشمال، في كلاكس، في كل الامكانيات اللي تقدر تفيدك. وسرعته فعليه بتوصل معاك ل 60 كيلو في المسافه تقريبا، بتمشي معاك حوالي من 50 ل 70 كيلو على حسب وزنه. مش هنقوله 70، نقول مثلا 60، من 50 ل 70، من 40 ل 60، مش عشان برضو الاكيوريت بتاع الكلام يبقى اكيوريت. يعني مش هيكون حاجه مش عايزين نقول حاجه مش محققه. عن سكوتر الرهان وينجز ده حاجه مميزه جدا، عاجبني. انا بحترم قوي البراند ده. هنا مهتمين قوي 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 بتفاصيل المفاتيح. المفاتيح بتاعته طبعا افخم من الوينر سكاي. يعني هنا المفتاح بتاعه غير المفتاح ده، يعني هنا المفتاح ده عجباني. هنا نظام الشاشه كبيره، بص بقى كبر الشاشه. وهنا في مود، لو جبته على المود ده هيبقى هتحول اوتوماتيك. هنا بقى بتقدر تغير بين 3 سرعات، تمام. هنا بقى نظام فخم قوي، اللي هو تحس بقى هنا الخامات بقت عاليه. يعني الخامات هنا في نور عالي ونور واطي، في اشارات يمين وشمال، في كلاكس. هنا الموتور دوت بيبقى 1800 واط. هنشوفه هيجيب سرعه كام. يعني احنا رفعنا العجله الخلفيه 53 على السرعه الثانيه، على السرعه الثالثه جاب معانا 66. يعني مثلا نقول هيجيب معاك 60 فعلي، ودي طبعا سرعه كبيره. السكوترات دي عندنا متاحه في محل ويل بايك. بس اهم حاجه، انا عارف اللي انت عاوز تشترك في القناه، ما تبخلش علينا باللايك. عايزين نوصل للفيديو ده 1000 لايك عشان ننتشر ونقدم لكم كل ما هو مميز، وهنصور لكم فلوجات هتعجبكم كتير. احنا بنتعب على المحتوى دي، عاوزين برضو اقل حاجه، يعني حاجه مجانيه، تدونا اللايك بس وقول لنا تعليقات. تمام. ده كان السكوترات معانا النهارده في محل ويل بايك.
والعلامه دي محطوطه فين يا فندم؟ اللوحه. واللوحه محطوطه فين؟ على الحيطه يا عسكري. يا نهار اسود، وهو كمان في حيطه. خليكوا هسيب لكم ارقامي تحت في الديسكريبشن، وشوفوا الفيديوهات اللي فاتت هتستمتعوا منها كتير جدا. هنقدم لكم كل ما هو مميز وكل ما هو جديد. نتمنى لكم كل الخير والسعاده. سلام.